اخيرا كابتن، انت قائد لفريق الاهلي جاي من غرفه الملابس، طمنا عن محمد العويس ان شاء الله. هدت الامور طبيعي. العويس يعني غيور دمه حار، ما اعرف مين اللي قاعد يغلط عليه بصراحه من المدرج. ماني عارف كابتن وانتم في ارضيه الملعب. انا والله ما سمعت عن التفاصيل، لكن في حدا كان يعني يتكلم مع العويس، بس ايش الكلام ماني فاهمه. يعني كنت مركز بالمباراه. العويس تعرف اغلب المباراه يكون واقف لوحده، يعني يركز اكثر مننا احنا اللي مراقبين الكره. فايش اللي صار ما ادري، بس كنت شايف يعني شخصين او ثلاثه، ما اعرف مين هم، هل هم من القادسيه جمهور، ما ادري عشان ما اظلم حدا. بس كمان يعني قلت لك العويس مع الخساره والنتيجه تنرفز، مخيبة لأمال الأهلاويين. إن صح التعبير نقول الأهلي يرفض الهدية الثانية بعد تعثر الهلال. اليوم لم يظهر الأهلي كابتن عمر، يمكن توافقني الرأي في المستوى المطلوب. أول شيء الحمد لله على النتيجة، يعني هذا اللي مكتوب لنا. اللي يصير المباراة هذه واللي قبله والله ماني عارف. يعني أنا ماني عارف نفسي، أنا ماني عارف اللي بيصير معانا. يعني أوكي ما نسجل، بس التسجيل علينا ونوصل ما نتوفق. ما أدري هل هو عدم توفيق، هل هو ما في أداء، ما أدري والله بصراحة، ما عندي جواب. يعني الله يعين الجمهور علينا بصراحة، ما احنا عارفين كيف نراضيهم او نسعدهم. يعني مثل ما قلت، يعني هذه المرة الثانية يعني تعثر نادي الهلال وما قدرنا، واحنا على أرضنا. هذه المباراة ما عندي جواب صراحة، ماني عارف، أنا نفسي ماني عارف. جميل. عمر، يعني الأهلي فريق بطل، كل موسم هو مرشح لكل البطولات. اليوم اللي شاهدناه باللاعبين كثير يعني الاعتراض على حكم المباراة، كثير المطالبة بالفار. يعني شاهدنا حتى في كثير من اللقطات فيها نرفزة، ولاعبين الأهلي لاعبين كبار ولاعبين يعني لهم خبرة كبيرة. كابتن، هاي المشكلة، ما حد يركز داخل أرض الملعب. يعني المباراة اللي راحت لقطة فتوحي، يعني أوكي انظلمنا، ما رجع الحكم للفار، صارت ردة فعل عند اللاعبين على كل كرة يطالبون بالفار. ما يصير، يعني أنت خلاص يعني تطلع برا جو المباراة، المفروض تركز بالكرة أكثر. يعني خلي المطالبة بالفار لا للمدرب مساعده ومدير الفريق للكابتن، يعني ما يخلون يعني كلنا على بعض. الحكم حتى الحكم يتوتر، يعني ما يعرف ايش يسوي. وانا يعني في لحظة، يعني في لقطتين الشوط الأول كنت قريب منها ما في شيء، يعني فقلت أهدي اللاعبين إنه اهدوا، لا تفكر بالفار. هذا اللي صاير صراحة اليوم. جميل. أخيرا كابتن، أنت قائد لفريق الأهلي جاي من غرفة الملابس، طمنا عن محمد العويس إن شاء الله. هدت الأمور طبيعي. العويس يعني غيور دمه حار، ما أعرف مين اللي قاعد يغلط عليه بصراحة من المدرج. ماني عارف كابتن وانتم في ارضيه الملعب. انا والله ما سمعت عن التفاصيل، لكن في حدا كان يعني يتكلم مع العويس، بس ايش الكلام ماني فاهمه. يعني كنت مركز بالمباراه. العويس تعرف اغلب المباراه يكون واقف لوحده، يعني يركز اكثر مننا احنا اللي مراقبين الكره. فايش اللي صار ما ادري، بس كنت شايف يعني شخصين او ثلاثه، ما اعرف مين هم، هل هم من القادسيه جمهور، ما ادري عشان ما اظلم حدا. بس كمان يعني قلت لك العويس مع الخساره والنتيجه تنرفز، وصار اللي صار. الهلال القادمة مباراة قمة، يعني ما عندي جواب. يعني لازم نرجع نبني من جديد ونعيد من جديد اسلوب اللعب، تناغم اللاعبين بين بعض، تفاهم. الوضع بصراحة يعني في الفترة الحالية ما يبشر بالخير. أنا يعني أتمنى من الأهلاوية الكبار إنه يلمون شوي على النادي، وفرصة، يعني لسه الفرصة بيدنا. أنت تفوز على الهلال تصير نفس النقاط، لسه الدوري طويل. فالنادي بشكل عام يعني الوضع فيه ما يطمن بصراحة بالفترة الحالية، وإن شاء الله يا رب الأمور يعني تتحسن إن شاء الله. على المستوى الشخصي اتفقت خلاص كابتن مع الأهلي التجديد؟ لسه ولا أي شيء، مثل ما هو، ما صار ولا شيء. موفقين. شكرا حبيبي، شكرا أبو عبد الله.